طريقة تغيير اسمك على الفيسبوك التحديث الجديد 2024. يعني هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير اسم حسابنا على الفيسبوك التحديث الجديد يا شباب. طبعا احنا هنشرح من خلال جهاز الكمبيوتر، ولكن هي مش فارقة كتير سواء معاك الموبايل او جهاز الكمبيوتر، فهو الشرح هي الخطوات اللي احنا هنعملها من خلال جهاز الكمبيوتر، هي الخطوات اللي حضرتك هتعملها برضو من خلال الموبايل، لان الشكل واحد. مجرد ان انا هعمل من خلال الكمبيوتر وهيظهر معايا بالشكل ده من خلال الكمبيوتر، هيظهر برضو معاك من خلال الموبايل بتاعك نفس الشكل. فهي سواء من الموبايل او من الكمبيوتر مش فارقه كتير. يلا، اول حاجه هتفتح الفيسبوك بتاعك وهتيجي عند الصوره الشخصيه بتاعه الحساب بتاعك، هتضغط عليها. بعد كده هتختار حاجة اسمها الإعدادات والخصوصية، هنضغط عليها. بعد كده نختار حاجة اسمها الإعدادات، هنضغط عليها. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده يا شباب. انت قدامك خيارين، لا اما تجيب مركز الحسابات لا اما تجيب اطلاع على المزيد، فهي نفس الخطوات برضو. تمام. انا بالنسبة لي ممكن اضغط على مركز الحسابات. تمام. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده كده، اسمي على الفيسبوك ومكتوب فيسبوك عبد الله الباشا. الباشا ده اسمي على الفيسبوك، هبدأ اضغط عليه. هيبدأ يظهر معايا بالشكل ده. هبدأ اقول له الاسم، هبدأ اضغط عليه. هيبدأ يفتح معايا الخانة زي ما انتم شايفين كده يا شباب. طبعا انت هتيجي هنا في الاسم الاول هتكتبه، وبعد كده تكتب اسم الاب، وبعد كده تبدا تكتب اسم العائله. تمام. بس كده دي كل اللي عليك، وبعد كده تبدا تقول له حفظ والتغيير. طبعا انا جايب لي علامه البلوك ليه؟ لاني انا ما عداش عليا 60 يوم عشان اقدر اغير اسمي للمره الثانيه، لان حضرتك انت بتغير اسمك مره واحده كل 60 يوم. يعني كل 60 يوم تقدر تغير اسمك مره واحده كل 60 يوم. لو جينا هنا بيقول لك ايه؟ لا يمكنك تغيير اسمك في الوقت الحالي لانك غيرته خلال اخر 60 يوما، ويظل بامكان التغيير الترتيب. يعني هو بيقول لك انت مش هتقدر تغير اسمك دلوقتي خالص، لان بالبلدي كده هو ما عداش عليه ال 60 يوم. لما يعدي عليه ال 60 يوم هتقدر تغيره للمره الثانيه. ولو جيت هنا بيقول لك بامكان تغيير الترتيب، وبعد كده لو هنا تم تغيير اسمك اخر مره في 31 يناير، يعني 31 واحد، احنا هنقول احنا غيرنا اسمنا في يوم 1/2، يبقى انا المفروض هنتظر 60 يوم، يبقى انا هنتظر من 1/2 ل1/3، من 1/3 ل1/4، يعني 1/4 الخطوه دي هتفتح معايا وهقدر اغير اسمي الاول والاب والعائله. تمام. طيب هنا معنى كلمه بامكان الترتيب التغيير، كل اللي عليك هتبدا تضغط على تغيير الترتيب وهتبدا ترتب. هل عايز انت عبد الله الباشا الاول، ولا عايز عبد الله الباشا بس، ولا عايز الباشا عبد الله؟ انت بتقدر تغير ترتيب الاسم. تمام. انا هخليه زي ما هو كده وخلاص على كده. تمام. فاهمين؟ بس يعني هنا بقى بيقول لك ايه؟ في حاله تغيير اسمك لا يمكنك تغييره مره اخرى لمده 60 يوم، كل 60 يوم تقدر تغيره مره واحده. احرص على عدم اضافه احرف ابجديه كبيره او علامات ترقيم او احرف وكلمات عشوائيه غير معتاده. يعني احرص ان انت تكتب اسم شهره وما يكونش فيه اضافات احرف ابجديه كبيره او علامات او ترقيم او ارقام او علامات او هاشتاجات او الكلام ده كله. يعني اكتب اسمك الطبيعي الحقيقي لو انت حابب. لو انت مش حابب تكتب اسمك، اكتب اسم شهرة بتاعك ويكون اسم ما فيهوش اللخبطات اللي هو بيقول لك عليه، لان هنا بيقول لك احرص على عدم اضافه احرف ابجديه كبيره او علامات ترقيم او احرف او كلمات عشوائيه غير معتاده. كلمات عشوائيه غير معتاده انت بتحطها والكلام ده كله. تمام. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.